فاش يلاه طلع الخبر بان المدرب هو فرناندو دا كروز دوينها وقلنا بان هذا القرار ماشي في المحل ديالو، بالخصوص ان المدرب اللي كان قبل منه اللي هو زفين مشى في ظروف غامضه، وكيف تقال لنا كاملين انه تبع الفلوس وخلى الفريق في وضع محرج. ولكن الحقيقه الاخوان هو ان زفين كان قال باللي الا بغى يواصل مع الفريق ديال الزعيم الملكي خاص الاداره تلبي ليه واحد الطلب اللي هو طلب عادي جدا، هو انه توفر له واحد الميزانيه باش انه يعمل واحد الثوره اللي هي بسيطه على مستوى اللاعبين ويجيب لاعبين باش يفوز بالالقاب. طبعا الاخوان الاداره كان عندها راي اخر لكل عام كيكون نفس السيناريو، هادشي عشناه كاملين، اللي هو ان الاداره كانت كتقول باللي ما يمكنليش نخسر هذه الميزانيه وانا عندي فرصه باش انني ندير فقط تكوين لاعبين باش ننافس على الالقاب في السنوات القادمه. مشى زفين الخوت، واكيد ان الاداره في ذاك الوقت تفاوضات مع عده مدربين، والمدرب اللي كيتفاوضوا معاه كيقول لهم باللي عندي الشرط، وبطبيعه الحال كل مدرب من حقه انه يلعب على الالقاب ويقول لك باللي خاصني كذا وكذا وكذا. الاداره الاخوان ما بغاتش تخسر فلوس، او لا ما كاينينش الفلوس، او العلم لله الا كانوا دوك الفلوس فين كيتخسروا دوك الفلوس. كان الاخوان دا كروز مدير فني بطبيعه الحال، ودوك السيفيات كيوصلوا ليه وكيشدهم بيديه وكيناقش هو مع الاداره كل سيفي وكل مدرب. الا سولتي العساكر كبير وصغير في ذاك الوقت كان كيقول لك كنهز التليفون كنقلب على شكون هو المدرب، كنخرج كنسول على شكون هو المدرب، كل نهار خاصنا نعرف فين هو هذا المدرب وشكون هو هذا المدرب. بطبيعه الحال حتى كنقولوا كنتفاجئوا باللي دا كروز، شكون هو دا كروز مدير فني، حيت هو اللي مشى عندهم وقال لهم انا غنهنيكم وغادي ندرب لكم هذه الفريقه، ولكن الشرط الوحيد اللي عندي هو انكم ما ديروش معايا القاب، بما انكم ما بغيتوش تجيبوا لاعبين وتخسروا ميزانيه ديال الفلوس ما تقولش لي الالقاب. قالوا ليه مرحبا، ولكن حنا عندنا واحد الشروط اللي هما اولا غادي تنافس على البطوله وغتحتل المراكز الاولى بطبيعه الحال، ماشي مشكله اللي ما ديتيهاش، ولكن يا اما تجي في المركز الثاني بطبيعه الحال باش تاهلنا للتشامبيون ديال لافريك، او لا تجي في المركز الثالث باش تاهلنا للكونفدراليه الافريقيه. بطبيعه الحال البطوله العربيه ما كانتش في ذاك الوقت الاخوان في السيناء وذاك العقد، او كاس العرش غادي تنافس عليه، وهاد الكونفدراليه اللي كنلعبوها غادي بطبيعه الحال تاهلنا لما بعد المجموعات. داكروز الاخوان جاتو سهله وقال بسم الله على بركه الله نتوكلوا على الله نبداو، وكانت بدايه زوينه بزاف. كانت بدايه الاخوان اللي خلات كل شيء يهضر عليه، لدرجه الاخوان حتى من الجمهور العسكري تفائل وكان تيقول هذا الموسم ديالنا، كل شيء ديالنا ومن حقه، لدرجه الاخوان ان كل شيء ولا كيضرب المثل بالجمهور العسكري، لدرجه الاخوان حتى الامن ما بقاش بديك الكثافه عند الجمهور العسكري. بطبيعه الحال حنا عارفين انه كيكون، ولكن داك الشيء اللي كنشوفوه في ملاعب اخرى ما بقاش، لدرجه الاخوان ولا عندنا شعار واحد اللي هو بين نظام وانتظام. يعني بدايه كانت خرافيه، بدايه كانت للمجد، بدايه كانت خصها تنتهي بمنصات تتويج. وهنايا بطبيعه الحال كيوقعوا مناوشات، كيخرجوا اصدقاء اللي عندهم صفحات كينتقدوا المدرب، كينتقدوا بعض اللاعبين، كينتقدوا بعض الاداريين، وهنايا في العوض الاداره من توحد مع الجمهور وتحاول تكسب الجمهور ويتوحدوا ويجيبوا ناس اللي عارفين في الكولاسه، وانتم عارفين شنو كنقصد بها. فهنا نسات الكولاسه ونسات شنو كيتدبر للجمهور ونسات شنو كيتدبر للفريق باش انهم يديروا ليه العصا الرويضه، حيت كيشكل خطر ان هذا الفريق فجاه ظهر بغى يدير لنا جميع الالقاب، يحصل لنا جميع الالقاب، دونك لا يمكن. دونك هنايا الاداره دارت واحد الغلط اللي هو غلط كبير، اللي هو انها في العوض ما تقابل الفرقه وتقابل الكولسه داتها في الجمهور وداتها في الاخذ والعطاء مع الجمهور، ولات كتدار العصا الرويضه والاداره ساكته، كتخرج فقط ببيانات وبلاغات في الفيسبوك ياك الاخوان، ولات كتخرج عينيها في الجمهور، ولات كتطرد عينيها في الجمهور، ولات كتوصل مع الجمهور اقصى ما يمكن انها توصل معه، وهذا غلط كبير. كان الضغط، وبطبيعه الحال نتوما عارفين ان الضغط يولد الانفجار. ماشي عيب الاخوان انك تكون بادئ في التدريب، حنا داكروز ماشي ضده على اساس انه مبتدئ، ولكن كان يستحسن ان داكروز تكون عنده واحد النيه باش يشد الجيش، ولكن ماشي دابا. فكنلاحظوا ان مدربين عالميين فاش يلاه كيبغيو يبداو المسيره ديالهم كيكونوا على
على الاقل انك تدرب في الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه، على الاقل انك تكون مساعد مدرب، على الاقل تكون كتدرب الفريق الثاني ديال داك الفريق، باش انك تكون واعي وعارف شنو كاين في المحيط ديال داك النادي. وهنا ما كنهضروش على فريق هاوي اللي طالع من الدرجه الثانيه، مع كامل احتراماتي لجميع الفرق اللي كتطلع من الدرجه الثانيه او اللي كتنزل الدرجه الثانيه. فانا كنهضر على النادي اللي هو كبير، والكبير هو الله عز وجل. كنهضر على واحد النادي اللي جيت نهضر فيه ما غيكفانيش فقط فيديو ولا جوج فيديوهات، غنبقى نهضر ما غنسالي. وباش نكون معكم واقعي، داك لو ديبار اللي دار الفريق كان بطبيعه الحال بمجهودات اللاعبين وكان بالضغط الجماهيري، وملي سالات المجهودات اللاعبين حيت كانوا عوامل اخرى خارجه على نطاق كره القدم، واللي كل شيء كيهضر فيها وكل شيء كيعرفها هي انها ولات واحد شويه السيبه في نفوس لاعبي فريق الجيش الملكي. هذا الشيء الاخوان اثر سلبيا على مردوديه بعض اللاعبين، لدرجه ان الجمهور توحد في كلمه اللي هي ديجاج دا كروز. لكن الاخوان كيف كتعرفوا كاملين ان الاداره كان عندها راي مخالف جدا للجمهور العسكري، بما ان المدرب باقي ما خفقش او ما جاش اخفاق او لما دارش اخفاق فهذوك الشروط اللي دايره معاه في العقد، دونك ما يمكنليش انني نحيد. شخصيا كنحمل الاداره على المسؤوليه الكامله ديال الاخفاق ديال هذه السنه، بالخصوص ان البطوله صعيبه الاخوان اننا نديوها في ظل هذه الظروف الراهنه اللي كنشوفوا بهذا النيفو اللي ولينا كنشوفوه. بصراحه الله صعيب بزاف، صعيب اننا ناخذ ديك البطوله الا لا كانت شي معجزه، وهذا ما نتمناه. وكنتمنى انا شخصيا انني نكون غلط وناخذ ديك البطوله، على الاقل نقضوا بها هذا الموسم. لا قدر الله ما شاء الاخوان وجانا شي اخفاق وخرجنا بزيرو لقب، فخاص استقاله جماعيه لديك الاداره. ما يمكنش لينا نسكتوا على هذه المهزله نهائيا، هذه المهزله اللي شفناها بالخصوص هذا الموسم مستحيل. فكاين غموض بزاف في الاداره، كاين بزاف ديال الحوايج في الاداره خاصنا نوقفوا وقفه رجل واحد باش ان هادشي ما يبقاش، حيت داك الشخص غادي يمشي وغادي يجي شخص اخر. من الحب ديالنا عمره ما غادي يمشي تجاه نادي اخر. هاد الناس خصهم يفهموا هاد القضيه. حنا داك النادي كنبغيوه ابا عن جد، رغم اننا كنختلفوا مع بعضياتنا، رغم اننا كنتناقشوا مع بعضياتنا، رغم اننا كنتناوشوا مع بعضياتنا وندوروا في بعضياتنا، ولكن كيف المقولة اللي كنقولها ديما، انا وخويا على ولد عمي ولكن انا وولد عمي على البراني. حنا الاخوان اصحاب الصفحات، الجمعيات، اي انسان نشيط في مواقع التواصل الاجتماعي، رجاء في هذه اللحظه بالضبط حنا محتاجين لبعضياتنا. انا فاش كنتفكر باللي نقدر نقول لك باللي ضيعنا اسهل القاب هذا الموسم كيضرني خاطري بزاف. اسهل القاب ممكن اننا نقدروا نكونوا دينا كل شيء والله، ولكن للاسف دوماج والله. فاش كتشوف ناس في بعض لي بوست ما عندهمش اصلا درايه، ما عندهمش اصلا خبره، ما عندهمش اصلا واحد النظره مستقبليه، ما عندهمش اصلا واحد حسبي الله ونعم الوكيل ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. خوتي العزاز سمحوا لي بزاف كنهضر وكنوقف حيت ربي اللي عالم بيا، مريض خوكم مهلوك بزاف. واش نقول لك، عاش الزعيم ولا عاش من خان. الحريه للجماهير العسكريه والحريه للابناء المدرج والكابوات، وتحياتي لكم الاخوان.